الزمالك فوزه امبارح في الجزائر على بلوزداد. الحقيقه الزمالك قدم نسخه كبيره امبارح في المباراه اللي اتلعبت في ملعب نيلسون مانديلا، الملعب التاريخي اللي بيأكد على احتفاظ الجزائر بمساندتها للمناضل الجنوب افريقي نيلسون مانديلا في فتره الاحتلال، وبيأرخوا لده في تسميتهم للملعب. الحقيقه الزمالك قدم ماتش كبير من ناحيه الشخصيه، ناحيه التجهيز للبدله من معتمد جمال، والتعامل مع ظروف الماتش كلها كانت نقط ايجابيه جدا في المباراه امبارح، حتى مع اصابه بيزيرا اخوان اللي خرج بعد تسجيله هدف ولا اروع من ثلاثيه الباص البيلد اب المحترم من فتوح لكعب منسي. كعب منسي ايه؟ كعب منسي الاسطوره اللي بيزيد امتاع لجماهير الزمالك، كمان باسيست وكان ممكن يسجل هدف والدين في وسط المباراه. الفرقه كلها متجانسه، الفرقه كلها متلاحمه. ينزل شريف يغطي شويه، ما بيلعبش كويس شمال بينزله يمين، وينزل بنتاج يقفل مع فتوح، بيلعب بربيع جنب حسام عبد المجيد، عاملين ثنائيه دفاعيه محترمه. خصوصا حسام عبد المجيد عجبني جدا في الكفر على فتوح في كتير من النقط واللقاءات. طبعا كان الناحيه الشمال مولعها مزيان، لعيب بولوزداد اللعيب القوي، لكن كان الزمالك اقوى حتى مع عدم وجود بديل لعمر جابر، لكن كان ادى لقاء جامد قوي امبارح. عمر جابر الحقيقه قدم ماتش محترم من الناحيه البدنيه خصوصا، وطلوعه بالكره بسبرنتاته في الدقيقه 70 و80 تفك الضغط شويه عن الزمالك كلها. بن عياده برضو كان في الدفاعيه في شباب بوليسداد، كان مأثر شويه على القدره الهجوميه للزمالك خصوصا من الاطراف بعد اصابه الاخوان بزيره اللي كان مسبب قلق قوي لغايه ما جاب الهدف طبعا. ولكن كلها نقط تاكد ان معتمد جمال مدرب تقيل، مدرب كبير، عامل شخصيه وغرفه ملابس للزمالك كلها على قلب بعضيها. مفيش حد بيشتكي من حد، مفيش حد بيشوح لحد، مفيش حد بيتضايق من خطأ حد. تلاحم كبير للزمالك مؤدي لخروج بكلين شيت من الجزائر، وملعب صعب بحضور 45 ألف متفرج على أشدهم في مباراة كبيرة للزمالك تفكرنا بشخصيات الزمالك الحلوة في أفريقيا، سواء كانت في الكونفدرالية 23 بهدف أحمد حمدي، أو سواء كانت قبل كده كمان في حضوره لنهاية تشامبيونز ليج مع الأهلي. نتمنى إن شاء الله الزمالك يفوز بالكونفدرالية للمرة الثالثة، وكمان يقدر إن شاء الله يتوج بأداء جيد السنة الجاية في بطولة التشامبيونز ليج مع الأهلي أو بيراميدز، أيا ما هيكون الوصيف السنة دي بإذن الله.